هذا اليوم بهذا يعني المغرب قبل الاعانه ديال واحد العدد ديال الدول سواء منها دول غربيه او دول عربيه مزيان، ولكن رفض الاعانه ديال بعض الدول. علاش؟ لانه دوله ذات سياده عندها الحق باش ترفض وعندها الحق باش انها تقبل. مثلا الا خدينا غير النموذج ديال فرنسا ومن بعد ديال الجزائر. فرنسا نتوما كتعرفوها دوله استعماريه ما خرجت من المغرب حتى حافظت على المصالح ديالها هنا في البلاد كامله. اليوم كنشوفوا بان القاره الافريقيه ديالنا تنهض. هناك نهضه تحرريه في افريقيا وكنتمناو لها النجاح، لان الانسان الافريقي الذي استعبد وقتل وابيد، يعني راه تنعرفوا رواندا جرى فيها وحتى التدخل فيها باسم محاربه الارهاب وهو تحت غطاء يعني باغيين ياخذوا الخيرات ديال افريقيا اللي هي غنيه بكل المعادن، بالبترول بالغاز بالذهب باليورانيوم بالمعادن الثمينه كلها. القوى الاستعماريه القديمه بقات حاطه الرجل ديالها هنايا وكتنهب، ولهذا كنشوفوا بان الدول الافريقيه ما تطوراتش ما تنماتش. وضمن هذا الشيء هذا كاين لا فرنسا افريك. فرنسا حتى هي لعبه واحد الدور كبير. فرنسا اذا تقدمات بفضل الدماء التي اريقت في افريقيا ديال الافارقه والنهب ديال الخيرات ديال الافارقه. وحنا كنعرفوا بان فرنسا اللي كانت مستعمره المغرب الكبير رجليها هنا، هي كتلعب على جوج حبال، هي مع الجزائر هي مع المغرب، هي ماشي مع المغرب هي مع الجزائر، هي مع تونس هي ماشي مع تونس. راه ملي كانت الانتفاضه ديال تونس في 2010 2011 يعني الوزيره ديال الدفاع الفرنسي قالت لبن علي ديك الساعه انا غنعاونك تدخل خلي ضربه باهم باش يهلك الشعب ديالو. باش تعرفوا هاد دوله حقوق الانسان والانوار كيفاش كتدخل باش تبقى حاطه رجليها تما. هذا نفس الشيء بالنسبه للجزائر اللي كانت كتعتبرها يعني ارض فرنسيه وبقات كتنهب في البترول في الغاز. الجزائر ما تطوراتش، الجزائر ما تقدماتش، الجزائر ما دارتش اقتصاد اللي هو متطور وبقات ساكته على الفساد اللي كاين في الجزائر، لان ما يهمها هي مصالحها هي تبقى. في المغرب كذلك يعني باعوا لينا تي جي في وحنا خاصنا الطرقان وخاصنا المدارس وخاصنا هذه بزز منا باش ينجح الرئيس ديالهم في انتخابات ساركوزي انذاك. المهم متحكمين في رقابنا. اليوم الدوله المغربيه اتمنى انه بهذا التخطيط ديالها تكون غاديه باتجاه التحرر، ماشي غير تبدل شيخ بشيخ اخر. ماشي فرنسا كتحكم فينا اليوم مثلا مع التطبيع ومع ديك الاتفاقيه ديال الابراهيميه تعطي زمام المغرب لجهات اخرى. هذا الشيء اللي ما بغيناش. ولهذا انا تنظن فرنسا دارت معنا واحد العدد كبير ديال الاخطاء. فرنسا نهبتنا، فرنسا استفدت من الادمغه ديالنا، فرنسا استفدت من الطلبه خيره الطلبه المغاربه قراو عندها تما وراهم اطر اليوم كيعاونوا فرنسا وكينميو اقتصاد فرنسا وكينميو كل شيء في فرنسا. ورغم ذلك يعني عطات لنفسها يعني السلطه باش تقول لك انا غنحبسكم الفيزا ما نعطيهاش لكم. انا كنعرف اساتذه في الطب وهذا ما قدروش يدخلوا لفرنسا من عاتهم. شكون هاد فرنسا باقا مستعمرانا؟ خصنا نعرفوا هذا الشيء كيفاش. ثم قالت لك واحد العدد ديال المغاربه اللي كاينين تما غادي تصيفطوا لينا ندخلوهم. هي كتختار فينا، هذا بغاتو قبلاتو حيت دماغ وهذا حيت ما خدامش ما فيها هي ما تعذب معنا فيه ما كاين مشكل. فرنسا كتبغينا نبقاو غير الدركي ديال الهجره هنايا في المغرب. فرنسا نهبت خيراتنا. فرنسا دارت معنا اخطاء كبيره مع الدوله المغربيه وحاولت تهيننا وتهين المؤسسات المغربيه. وفرنسا كانت لعبات دور في الموقف ديال اوروبا الاخير اللي حقق كاوروبا اللي هي حتى هي مغول فيها الفساد وفي البرلمانيين ديالها وكذا كتقول المغرب كتعطي الدروس للمغرب وكتحاول تدخل في السياده ديال المغرب. وكل مره كنبغيو نجددوا معها يعني هذاك الشراكه ديال الصيد البحري ولا ديال الفلاحه يعني كتكرفص المغرب وكتبقى لا غنشوفوا الاقاليم. وهي عارفه بانه الاقاليم الصحراويه هي مغربيه لان هي كانت مستعمرانا وعارفه. اذا كيفاش كتعامل معنا بهذا الاستعلاء وبهذه العبوديه الجديده والاستعمار الجديد؟ ولهذا المغرب يمكن غضبان على هذه الطريقه هذه وعنده الحق باش يغضب. ثم انتقلوا للجزائر وبسرعه. الجزائر الدماء ديالنا اختلطت في حرب التحرير، ولكن ملي ما كتكونش الديمقراطيه، ملي ما كيكونوا حكام اللي هما دون المستوى اللي هما يتحركون بالحقد وانهم تينهبوا الخيرات للجزائر، اش كيديروا باش يغطيو على مصائبهم الداخليه؟ اختلقوا هذا العدو اللي هو المغرب وقال لك سيدي الشعب الصحراوي الذين يساندون. الشعب الصحراوي راه سميتها التقرير اولاف اللي خرج على الاتحاد الاوروبي في 2007 كيقول بان الاعانات اللي كتجي من الاتحاد الاوروبي كتاخذها الجزائر وكتباع في موريتانيا وما كان والو، وان هذوك القياده ديال بوليزاريو كلهم شارين الديور في الجنوب ديال اسبانيا وكيتبرعوا مع راساتهم ومحتاجين هذوك الناس في مخيمات الحماده وفي سجن الرشيد والعذاب الاليم. تكرفسوا على عباد الله. اذا
البوليزاريو ولا الجزائر تا هما تحت الرحمه ديال هادو اللي كيجروا الخيوط العالميه. اذا ما يعطوناش دروس. مؤخرا في الحدود ديال المياه حدث السعيديه، هادوك الشباب المغربي كان كيلعبوا بداك الجيت سكي وكيعوموا فرحانين الصيف هذا، يعني تيراو فيهم ابو بورطون بحال غيضربوا الحجل كيفاش، والجثث ديالهم مابغاوش يسلموها، واحد باقي تماك مقبوط ما بغاوش يعطيوه لينا وجاو يتعاونونا. فاش غتعاوننا؟ يعاونوا غير راسهم في الحقيقه. انا الشعب الجزائري كنعتبره الشعب شقيق، وكنقول بان النجاة ديال المغرب هي مع الجزائر، ولا جات الجزائر مع المغرب. خصنا نبنيو مغرب كبير، ولكن خاص تحرر العقول، خصنا نخرجوا من الفساد، خصنا نبنيو الشعوب. ماشي غدا البارح تضربني واليوم تقول لي بغيتي تعاوني، حتى واحد ما غادي يصدقك. وثم خصهم يحبسوا هذه البروباغندا خصها تحبس من هنا ومن هنا. بركه من السبان، الناس راه ماشي كتسب، راه المانيا استعمرت فرنسا وتصالحوا باش يبنيو الاتحاد الاوروبي. نتوما بركه من السبان، الا عندكم شي عقول خدموها، الا كان شي تعاون اقتصادي نتعاونوا، الا كان شي تعاون في البحث العلمي نتعاونوا ونفتحوا الحدود. لان لا سدينا الحدود حنا كنخدموا مصلحه فرنسا، كنخدموا مصلحه القوى الاستعماريه، ما كنخدموش مصلحه لا الشعب الجزائري ولا الشعب المغربي. هذا الشيء كيفاش خاص. ثم انه اليوم الحمد لله واخا زلزال عنيف ودمر دواوير، العدد ديال الارواح وداك الشيء وصلت ل 3000، ربما تزيد تكثر شويه، ولكن المغرب راه دوله، حتى هو عنده يعني الجيش ديالو، عنده القوات المدنيه ديالو، عنده شعبه اللي يهب. ما احنا ما خصنا ما نديروا 70,000 دوله تدخل فينا دابا تعاوننا، راه تا هما خاصهم لوجيستيك قداشنا هي. والمغرب ما مستعدش باش يدير لوجيستيك لاي دوله دابا يكونوا شي 20 مدخلين، راه بزاف. ولهذا انا كنظن الا كانت السلطات اعتبرت بانه تدخل ديال 4 ديال الدول عندها خبره في هذا المجال، اللي هي اسبانيا وبريطانيا وقطر والامارات، بركه. والدوله المغربيه راه خدامه، غير اللي خاص تنسيق، خاص انسجام في هذا التعاون، وخاص نظره مستقبليه باش نجاوبوا على المستعجل، ثم ما هو سريع، ثم ما هو يقدر يتسنى شويه، ثم اعاده الاعمار. هذا الشيء اللي خاص. وثانيا حتى ما يبقى فيه الحال، بغاو يعاونونا شكرا لهم. حنا كنحييو كل الدول اللي عبرت على باش تعاوننا. غدا حنا محتاجين الاموال طائله لاعاده الاعمار. اللي بغى يعاوننا راه كاين واحد الصندوق مفتوح يعاوننا بهذه الطريقه. وشكرا للجميع.